بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى معانا وصفة سمك يا جماعة، ورز ابيض كده، حاجة حلوة قوي يعني. ده سمك فيليه يا حبايب قلبي، هنعملوه بصوص الطماطم. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي، ونصلي على النبي، ونخش على الفيديو بتاعنا الجميل. ولو اول مرة تشوفيني او تسمعي الفيديوهات بتاعتي، ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك جميل يا حبيبتي، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام حنين. بصوا يا جماعه، انا هعمل صينيه سمك النهارده بالسمك الفيليه. انا دلوقتي جبت بصلتين، وهقطعهم زي ما انتم شايفين كده. وهجيب انا حاطه الزيت على النار اهوت بيتسخن. والسمك بتاعي يا جماعه، انتوا عارفين السمك الفيليه ده بيتباع مجمد اصلا. فانا جبته وقطعته حتت عريضة كده، وملحته بتوم وشطة، شطة مفرومة حمراء، ومعلقة توم، وشوية ملح، وشوية كزبرة، وشوية كمون. وقلبتهم كله في بعضه، ورحت حاطة على السمك بتاعي. رحت حطاه على السمك وملحاه، وسبته قيمة نص ساعة كده في التمليح. بعد كده ولعت على الزيت بتاعها هيسخن. هبدأ ان انا هاخد السمك واحطه في الدقيق، واحطه في الزيت، بس الزيت يكون سخن. في ناس ما بتعملش كده، في ناس ما بتقلهوش، بتحطه زي ما هو كده في الصينية، بس بيبقى طري قوي، وبيتحس ان هو طري ملهلط كده من بعضه، مش ماسك نفسه يا حبايبي. تمام. فانا انا هقليه الاول علشان خاطر يبقى ماسك نفسه، يبقى السمكية ناشفة معايا كده، تاكليها يبقى لها طعم. انما لما بتيجي بتحطيه في الدم على طول وهو ابيض كده ني، بتحس ان هو مسلوق، مش ما بيبقاش له طعم بصراحة. فانا بقلي السمك بتاعي في الفيليه ده، انا بقليه في الزيت الاول قبل ما احطه في الصينية. وكده انا خرطت البصلتين بتوعي يا جماعة تخريط صغير، وحطيتهم على النار. واحط شوية الزيت في الصينية لحد ما البصلة بتاعتي تحمر. وهنشوف الخطوات مع بعض دلوقتي خطوة خطوة. بس بقى نصلوا على النبي يا حبايب قلبي، ولايكات كتير كده للفيديو عشان الفيديو يترفع يا حبايب قلبي. واللي ما اشتركش يشترك. تمام. اهو ادي السمك اهو يا حبايبي، بقى انا ببدره، بعمله في الدقيق، وبحطه دلوقتي في الزيت. ده شكل السمك اهو يا جماعه، وانا مقطعه الحجم ده كده. تمام. بس زي ما قلت لكم انتوا تقولوا الاول، لان في ناس مش بتقليه، وفي ناس بتقليه بس من غير ما تعمله في دمعه، بس احنا حبيناه بالدمعه اكتر يعني. فانا بقليه عشان بقليه في الزيت عشان يبقى ماسك نفسه ويدي طعم، ويبقى ناشف شويه، ما يبقاش طري كده عامل زي ما يكون زي ما يكون مسلوق يا حبايبي. وحطيت شويه زيت اهوت على البصل بتاعي. وهقلي بقى فيه يا حبايب قلبي لحد البصلايه بتاعتي ما تدي اللون الاحمر كده. هنزل عليها بالمكونات التانية، هنشوفوا كل خطوة مع بعض دلوقتي. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب يا حبايبي. ويا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم، ووصفات الاكل بتعجبكم. يعني انا كل ما بنزل بحاجة جديدة، وصفات اكل، انا بصورها لكم يا جماعة، اوريها لكم عشان انتوا تستفادوا بيها، وتعرفوا طريقة جديدة، يعني حاجات جديدة. انا كده نزلت بنص الكمية بتاعة السمك في الزيت. انا موطيه عليه يا جماعه عشان مش عايزاه يتلهف قوي، انا عايزاه ياخد ويدي كده مع بعضه زي ما قلت لكم عشان ينشف. وملحوظه برضو يا جماعه، اما تيجوا تقلبوه في الزيت، ما تقلبوهوش على طول، علشان خاطر ده بيتهرى على طول، ده ما بيستحملش. سيبيه لما ينشف خالص، ولما تيجي تقلبيه بالراحه. ماشي يا حبيبتي انت وهي. يلا يا حبايبي بقى، عايزين بقى نشوفوا بقى الكومنتات بتاعتكم الجميله، واشوف التعليقات بتاعتكم الجميله، وتقولوا لي الله ينور يا ام حنين. ويا حبايبي اللي ما اشتركش يشترك في القناة، ويفعل الجرس على الكل علشان يوصله اي فيديو انا بنزله، يوصل لكم على طول. انا جبت بقى شطة او فلفلة او فلفل اخضر، اي حاجة عندك. بس انا عايزاها حراقة هتحطي شطة حراقة، عايزاها باردة هتحطي باردة. ما عندكش شطة ممكن فلفل. دول قرنين فلفل يا جماعة، حطيتهم باردين عشان انا عيالي ما بياكلوش الحراق. فانا كده كده حاطه شطه حمراء، اللي هي ريس الشطه دي يا جماعه، حطاها في التتبيله بتاعه السمك. فدي حراقه شويه، فانا ما رضيتش ازود الحرقيه، عشان احنا ما بنحبوش الحاجه الحراقه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بقى خرطت
الفلفل بتاعي على البصل. بعد البصل ما اديته تقلبتين تلاتة كده في الزيت، رحت نازله بالفلفل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. الريحه بتاعتها طالعه جميله ما شاء الله عليها. ولسه بعد المكونات كمان اللي هنحطوها هيديها بقى بقى ريحه تانية يعني. بصوا حاجه تانية خالص يعني. احنا على طول بنعمله الصينيه ديت في السمك البلطي وبنعمل يعني دايما بنعمله صينيه السمك في السمك البلطي وكده. انا حبيت اعمله بالسمك الفيليه ده، قلت اجربها اكيد هتبقى حلوه، والحمد لله طلعت طعمها تحفه بصراحه، طلعت طعمها جميل. جربوها مش هتندموا بصراحه، وهتعوزوا ان انتوا تعملوها على طول. والمكونات بتاعت الصينيه دي يا جماعه تنفع للقراميط وتنفع للبياض وتنفع للسمك البلطي، لاي صينيه يعني، لاي سمك ينفع صينيه بيتعمل بيها. ماشي يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده انا بقلبها اهوت يعني، بس التقليب حساسه لان ده بيتهرى على طول. فانا يعني بنشفه، انا بنشف كمان السمكية عشان لما احطها في الصلصة بتاعتي تبقى ماسكة نفسها معايا، ما تبقاش ملهلطة كده او طرية او تتفتفت مني. لان السمك ده يا جماعة حساس، السمك ده من اقل حاجة بيفرول كده من بعض. بس هو طعمه جميل ومفيهوش سفه خالص، هو عبارة عن لحم يعني، مفيهوش سفه خالص. والبصل بتاعي اديني سايباه هو على النار مع الفلفل بتاعي، برضو هديله تقلبتين كده، وهنزل بقى بالمكون التالت. يعني احنا كده حطينا مكونين مع بعض. هنزل بقى يا حبايب قلبي بالمكون التالت. ماشي يا حبايب قلبي، نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنحط بقى يا جماعة معلقة توم محترمة كده على السمك، على صينية السمك بتاعتنا، لان هو ال ال السمك ملك التوم يعني. التوم والسمك اخوات مع بعض، لازم يبقى سمك يبقى فيه توم. حطينا معلقة توم كده وانا بفتتها لان كانت في الفريزر، فبفكها كده مع البصل بتاعي احمر زي ما انتوا شايفين، اداني اللون الاحمر الحلو اللي انا اللي انا عايزاه. هنزل بقى بصلصة الطماطم يا حبايبي. انا كنت ضربها يعني قيمة نص كيلو من الطماطم، ضربتها في الخلاط وهنزل بيها في الصينية وهقلبها. واحط بقى التوابل دلوقتي بقى معاكم. شوفوا بقى التوابل بتاعتي اللي انا بحطها برضو. التوابل بتاعتنا تحفة يا جماعة، تحفة. دي بقى بقية السمك يا جماعة، السمك اللي انا بقية السمك الفيليه يعني. انا بقى دلوقتي بحطه في الدقيقة اهوت وبحطه قدامكم في الزيت بتاعي. هو الكيلو يعني، هو ده كيس بيتجاب كده من السوبر ماركت يا جماعة، كيلو، ده كيس كيلو. بس كده يا جماعة بقى، والسمك بتاعي بيتقلى واديني بعمل في الصينية. وهنعمله رز برضو مع بعض يا حبايبي. واكلة جميلة وخفيفة واقتصادية ومكلفتناش كتير، وما شاء الله يعني عملت كمية من الاكل تأكل وتشبع كذا نفر يعني. انما لو السمك كان اتقلى كده لوحده ما كانش هيكفي اصلا، وما بيبقاش له طعم بصراحة. بصوا انا نزلت بقى بشوية كمون، ونزلت بشوية كزبرة وبهارات سمك. انا بجيبها كده من عند العطار، بقول له عايزة بهارات سمك، او من الهايبر يا جماعة، من اي عطار او من اي هايبر تقول له عايزة بهارات سمك بيديها لك. ونزلت بشوية فلفل اسود بس مش كتير، ونزلت بشوية الملح بس برضو مش كتير، علشان خاطر التمليحة بتاعتنا بتاعت السمك دي فيها ملح، عشان يبقى مظبوط معايا. بس كده يا حبايبي بقى، واقلب الصلصة بالبصل بالتقلية بتاعتي بكله واوطي عليها واخش على السمك بتاعنا بقى. نقلبوه ادينا كده انا قلبت السمك، شوفوا اللون بتاعه، اللون الذهبي ده الحلو كده، وانا مهديه على النار خالص ياخد ويدي مع بعض. عشان زي ما قلت لكم عايزه حته السمكه من دي تبقى ناشفه، متبقاش طريه ملهلطه. ماشي يا حبايبي، والصلصة بتاعتنا هي على النار. صوص الصلصة ده يا جماعة ده بيتعمل لأي نوع من السمك، أي صينية سمك. ونزلنا عليها بقى دي خضرة يا جماعة. أنا كنت جبتها وقطعتها وخرطتها وغسلها يعني، هي مغسولة نضيفة. هاخد الكمية اللي أنا عايزاها، وبقيت الكمية دي أحطها في كيس وأشيلها في الفريزر. هقلب بقى هقلب بقى الصينية كده زي ما انتوا شايفين، ادخل المكونات كلها في بعضيها،
وهسيبها برضو على النار لما تنشف معايا. انا مش عايزاها كلها ميه كده، انا عايزاها تبقى ناشفه شويه يا جماعه. والسمك بتاعنا اهوت، وده السمك اللي انا اللي انا كنت مطلعاه. هطلع بقى بقيه السمك بتاعي يا حبايبي عشان اسقطه في الصينيه. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونوحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله. ودينا عملنا الصلصه اهوت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. وهننزله بقى هننزله بالسمك بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، خرطة خرطة. شوفوا يا جماعة ماسكة نفسها ازاي. انما انا لو كنت عملتها نية، هي عادي تتحط نية بس بتبقى طرية كده وتتفتفت في الصلصة، ما تبقاش لها طعم بصراحة. انما التتبيلة مع التحمير بتاع السمك بيديله طعم تحفة. نزلنا كده بخرطة خرطة زي ما انتوا شايفينها كده. وبقى هبدأ ان انا اغطي السمك بتاعي بالصلصة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بس كده يا حبايبي بقى، والصينية بتاعتنا كده تعتبر خلاص خلصت يعني. بدأت ان انا بقى اغطي السمك بتاعي بالصلصة. وهي كده كده ناشفة، هي بتبقى ناشفة، متبقاش صيصة قوي، متبقاش فيها مية كتير. هي كده كده بتبقى ناشفة. هسيبها قيمة دقيقة كده وهطفي عليها، وكده الصينية بتاعتي بقت تمام التمام. بصوا طعمها تحفة وريحتها تحفة، والصلصة كمان صوص الصلصة عامل طعم للسمك حاجة تانية يعني. طعم تحفة بصراحة. جربوا الطريقة يا جماعة، الطريقة ديت حلوة. و يعني كطعم تنفع العزومة. يعني جميلة هي الطريقة حلوة يا جماعة، زي ما قلت لكم ان انتوا ممكن تعملوها برضو. آه، ممكن تعملوها الصوص بتاع الطماطم والخضرة والحاجات دي. انتوا ممكن تعملوها لأي نوع من أي أنواع الأسماك اللي بتتعمل في الصواني. وسلقنا شوية رز اهوت يا حبايبي، غسلته وحطيته على النار بقى. سلقنا شوية رز كده أبيض معاه عشان دي الصلصة. ودي كانت العشاء بتاعنا، ودي طريقة السمك بتاعتنا. أنا حبيت إن أنا أقول لكم على الطريقة عشان الطريقة ديت يعني حلوة، وأول مرة أعملها في السمك الفيليه. فانا قلت لازم أنا اقول لكم عليها عشان خاطر اللي بيجيب السمك ده وحابب يعمله بطريقه جديده يجربها بالطريقه دي. الطريقه دي حلوه قوي يا جماعه، والله ما شاء الله يعني ما شاء الله. ريحتها طالعه جميله قوي، وطعمها عجب العيال جامد، وقالوا لي يا ماما طعمها جميل. فجربوها مش هتندموا يعني.